انت نجم الجملة، انت نجم المشهد. اهلا بيكم في برنامج كلمة في ودنك. انا عايز اقول لك انه ما تمثلش عشان تبقى مشهور، وما تمثلش عشان تبقى غني. مش دي الاهداف اللي عشانها تمثل. الهدف الاساسي من التمثيل انك بتحب مهنة التمثيل، انت بتحب حالة التمثيل. انتوا عارفين ايه اللي بيحبط الشباب الموهوبين الممثلين من انهم ما بيشتغلوش؟ مش فكرة ان هو للأسف مش فكرة ان هو مش لاقي منفس لموهبته، لكن الحقيقة انه حاسس انه احلامه على مستوى الشهرة ما اتحققتش، احلامه على مستوى الغنى او المكاسب المادية ما اتحققتش، فتلاقيه طول الوقت في حالة احباط. عشان كده بقول لك انت بتمثل عشان انت حابب حالة التمثيل، وبالتالي اذا النجومية اتأخرت مش مشكلة، انا بستمتع، انا مبسوط. اذا الفلوس الكتير اللي انت متصورها ما جاتش مش مشكله، لان انا بحب حاله التمثيل. طول ما انت حاصر نفسك في منطقه الشهره والفلوس مش هتستمتع باللي انت بتعمله. انا بقابل ممثلين كتير جدا في الوسط الفني وبيعملوا ادوار قد تكون مش ادوار كبيره، قد يكونوا مش بياخدوا ملايين، لكن بحس ان هم طول ما هم شغالين ناقصهم حاجه، مطفيين مش مشرقين. عارفين ليه؟ لانه حاسس ان اللي بيعمله دوت مش هدف في حد ذاته، هو بيسعى لشيء اخر. مفيش في التمثيل شيء اخر، هو جمال التمثيل في حالة التمثيل. انبسط، استمتع، عيش حياتك مرة، لانك مش هتعيشها اكتر من مرة. فاي دور انت بتقدمه، حتى لو الدور ده كان مشهد، حتى لو جملة في مشهد، انت نجم الجملة، انت نجم المشهد. استمتع بيها زي ما البطل بيستمتع بال30 حلقة اللي بيمثلها. بس كده.